اكتشفت حاجات انا ما كنتش اعرفها، خلتني اثق واطمن لدكتور ابراهيم اكتر واكتر. عملت ريكومنديشن كتير لدكتور ابراهيم. انا اشتركت مع دكتور ابراهيم خدمه التدريب الاونلاين، والحمد لله خلال 3 شهور وصلت من المستوى ده للمستوى ده. اول ما بدات مع دكتور ابراهيم ما كناش نعرف بعض، ما كنتش اعرف اي باك جراوند عنده خالص. والصراحه انا شخص ما بيثقش في الترانسفورميشن على السوشيال ميديا، لازم ابقى انا البس كل حاجه بنفسي الصراحه. فقررت ان انا اشترك معاه والحمد لله بعت له طبعا كل الابلكيشن، الصور بالانبادي بالحاجه بتاعته كلها الحمد لله. وبدا معايا ان احنا عملنا نظام غذائي بنظام تمرين حسب التارجت اللي انا طالبه واللي انا حابه. استغربت شويه من النظام الغذائي، بدات اعمل عليه سيرش، اكتشفت حاجات انا ما كنتش اعرفها او غيرت لي الفكره اللي انا كنت فاكرها مع اني بتدرب بقالي سنتين مثلا. اتاكدت ساعتها ان دكتور ابراهيم فاهم كويس هو بيعمل ايه، فاهم كل تارجت بيوصل له ازاي، وبيحط له الحاجه المطلوبه علشان في اقصر مده تقدر توصل للتارجت بتاعك. الحمد لله كملنا مع بعض. عجبني جدا موضوع المتابعه اليوميه ده غير المتابعه الاسبوعيه. الصراحه الريبورت اللي احنا بنبعته كل اسبوع نقطه مهمه جدا في موضوع المتابعه اللي خلتني اثق واطمن لدكتور ابراهيم اكتر واكتر. الرد يوميا عليا وبصوت، يعني هو بيبعته لي فويس، فحته الفويس ديت بتطمني انا اكتر ان هو اللي متابع الحاله بتاعتي كويس جدا. بالنسبه لموضوع التغذيه عجبني جدا الفلكسبيليتي في النظام، حببتني في موضوع الدايت وخلتني التزم اكتر واكتر. فبجد انا بشكر دكتور ابراهيم على المجهود والتعب اللي بيتعبوا معايا. يعني انا عملت ريكومنديشن كتير لدكتور ابراهيم مع ناس معايا كانوا هم فاكرين في الاول ان الموضوع عادي وبالتريقه، لا لما شافوا الترانسفورميشن بتاعتي الحمد لله والمستوى اللي انا وصلت له حبوا الموضوع وحبوا هم برضو يخشوا نفس التجربه بتاعتي. بجد انا بنصح كل واحد حابب يغير من شكله، يحافظ على صحته، يوصل لمستوى هو حابب يوصل له، ان هو يتابع مع دكتور ابراهيم. فيلا عشان تشترك ابعت لي واتساب في الرقم اللي على الشاشه، او ممكن تدخل الموقع تشترك من خلاله.